السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. صحيت من النوم كالعادة، مسكت الموبايل قلبت بترندات، فجأة لا مستحيل، قلت حتى الذكاء الاصطناعي صار فانز للشامي. خرجت من الانستغرام، دخلت لليوتيوب، كتبت بتهون، وانفجأة أغنية منذ يوم. حبيبي عبود، شنو تريد تصير كاظم الساهر؟ شنو كل يوم منزل أغنية؟ يعني بين الفيديو والفيديو 3 سنين. المهم دخلت أشوف الفيديو الكليب، قلت خليني أشوفه، سمعتها. طبعا ما فهمت أي شيء بنوب من الفيديو كليب خالص، بس ركزت على شغلة واحدة. انتبهوا، حية طبعا، واللي ما يعرف حية يعني أفعى. حط لي أفعى في وسط الفيديو، شنو مسوي لي؟ حديقة حيوانات؟ أو يمكن هي الأفعى هي اللي خانته، يعني حتى الحيوانات ما بقت وفية. لا والله شكلها موافعة، شكلها مديرة أعمال، وكل ما يغني كلمة بتقول له تهون. إيه حبيبي بتهون. بس أقول لك شغلة واحدة، هاي إذا عضتك ما بتهون، هاي تدخلك المستشفى، تخليك بالمستشفى تهون نهارين. يعني شوف اللقطة هاي لما تقول تهون، هو الظاهر باللقطة هاي قال لها يا تمثلين زين يا أما ما بيش. طبعا يجونك الفانزات هسه، لا الأفعى هاي رمز للخيانة، رمز المدري ايش. حبيبي الأفعى هاي رمز لترندات، أفعى يساوي ترندات، ترندات يساوي فيوز. يا جماعة بتكتبولي وين الإعلان؟ والإعلان نشرته قبل شوي. هذا هو الإعلان الرسمي تبع الأغنية. $0، 100% تأثير، نظافة، ريحة، توفير. This is مفرطة. This is مفرطة. يعني إذا بكرة نزلوا كليب بأسد أو نمر أو حمار، صدقوني أسوي رياكشن قبل ما أسمع حتى الكليب. المهم قولوا لي بالكومنتات شنو رأيكم بالأفعى، رمز للخيانة لو مجرد ممثل تكون بارس في أجر يومي؟ والله أني شايفها ممثلة. والمهم نوصل هنا نهاية الفيديو، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، نلقاكم في فيديو جديد وإلى اللقاء.